السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. النهارده هنعمل حاجه تاني من تفريزات رمضان. هنفرز ان شاء الله الليمون. بعد ما كيلو الليمون وصل 70 جنيه زي ما انتوا شايفين، ومش عارفين نشتريه، قلنا لازم يكون فيه بديل والا مش هنعرف نمشي الدنيا. لما اجيب نص كيلو الليمون ب35 جنيه ويخلص في 4 ايام، يبقى لازم اجيب نص تاني، يعني في الاسبوع نستعمل لنا ب70 جنيه ليمون. ليه؟ زي ما انتوا عارفين الليمون بيخش في العصاير والمربى وفي غسيل الفراخ وفي تتبيلة الفراخ وفي تتبيلة السمك وفي الشوربة. زي ما انتوا عارفين الشتاء اللي احنا فيه لازم شوربة عدس، ما تنفعش من غير ليمون. شوربة لسان عصفور في الشتاء، وفي البرد من غير ليمون ما تنفعش. بنغلي بردك المشروبات الشتوية وبنعصر عليها ليمون. كل حاجة يعتبر 90% من حاجاتنا اللي بنقضيها في الشتاء أو استخداماتنا اليومية بمعنى أصح بنحط فيها ليمون. ماشي، فاحنا قلنا يبقى لازم كده يبقى فيه بديل. والسلطات طبعا مش هقول لكم جميع أنواع السلطات مش هتنفع من غير ليمون، والمخللات قلنا لازم يبقى فيه بديل. لقيت الليمون الكبير ده في السوق، في ناس بتقول عليه ليمون أضاليا، وفي ناس بتقول عليه ليمون الشعير، وفي ناس بيقولوا ليمون بنزهير. الله أعلم بقى، احنا بنسمع كذا مسمى، بس الاسم الأصلي لحد دلوقتي اللي أنا أعرفه بيقولوا ليمون أضاليا. جبت زي ما انتوا شايفين كده 2 كيلو، غسلتهم ونشفتهم كويس، وبعدين جبت العصارة وعصرتهم وصفتهم بالمصفى زي ما انتوا شايفين. وبعدين تجيبي المكعبات الفريزر اللي هي مكعبات التلج العادية اللي بنملاها تلج دي في الفريزر، وصبيت فيها العصير الليمون بعد ما صفيته من البذر ومن التفل والشوائب اللي فيه، وحطيتهم في المكعبات بتاعة الفريزر زي ما انتم شايفين. بصوا شكل العصير اهو، شكله هو عصير الليمون العادي، بس الفرق ان هو بيطلع بكمية اكتر. وتفضيه زي كده في المكعبات بتاعة التلج وتحطيها في الفريزر ساعتين او 3 كده تكون جمدت. انا فضيته وسبته لتاني يوم، سبتهم في الفريزر لحد تاني يوم. بعد كده تاني يوم هتجيبي هتفضيهم من علبة المكعبات دي، وتحتفظي بيهم في اللي هي اكياس التلاجة على حسب بقى استخدامك. انت عايزة تفضيهم كلهم في كيس واحد انت حر، عايزة تفضي على حسب احتياجك انت او بتستعملي كم مكعب انت حر. عايزة تغسلي فراخ هتطلعي مكعبين وتحطيهم في المية نقع المحلول من نقع الفراخ. هتعملي عصير ليمون، هتضربي في الخلاط السكر والمية وتضيفي معاهم كم مكعب. عايزة تعملي سلطة هتخلصي السلطة وتملحيها وتحطي مكعب. والله يا بنات، يعني انا عن نفسي كتجربة طعمه جميل، يعني انا جبته وجربته. حطينا منه على الفول وحطينا منه، عملنا عصير واستخدمنا منه في مشروب يعني وكده، ما شاء الله يعني طعمه حلو. هو بس يعني يختلف سنة بسيطة ان هو مش حادق زي الليمون العادي، لكن عامة اهي مكعبات ليمون، ويعني ارحم شوية من الليمون ابو 70 جنيه لما نجيب الكيلو ب10 غير اما نجيبه ب70 برضو. ادي احنا بنحاول نوفر ونقتصد على قد ما نقدر. وغير كده لما هيكون مكعبات مش هياخد يعني مساحة كبيرة في الفريزر، او مش هياخد مكان كبير. هتفضيهم كده في كيس التلاجة وتربطيهم وتركنيهم على جنب في الفريزر، مش هياخدوا معاكي مساحة، يعني قد كيس من اكياس الخضار. وقت ما انت بتعملي حاجتك هتروحي مطلعة مكعبين ورابطة الكيس وحطاه مكان اهو زي ما انت شايفة كده. اهو وطلع شكلهم مكعبات تحفة ما شاء الله. يعني مش يعني مثلا ممكن المكعب يعني يطلع قد عصير نص ليمونة. انا عن نفسي جربته في كذا حاجة طعمه ليمون عادي،
وفي عملته عصير ليمون برضك، طعمه وريحته جميلة جدا. بس يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين كده، او شايفين المكعب عصير ليمون، عصير ليمون. صراحة دي يعني اول مرة اجيب الليمون ده وافرزه، لان قبل كده كنت بستعمل الليمون العادي البلدي. بس لما لقيت الدنيا غليت وكله بيشتكي من سعر الليمون، قلت ايه المانع ان احنا نجرب حاجة بديلة. ايه والله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. او بنحاول نفيد بعضينا، كل اللي يعرف معلومة يعني كل اللي يعرف معلومة مننا يفيد بيها التاني. لما انت تجيبي لك 2 كيلو وتفرزيهم كده في الفريزر، هياخدوا معاكي فترة على ما يخلصوا. غير ان انت كل ما تخرجي السوق تجيبي نص كيلو ليمون وبنحطه في درج التلاجة، يعني يستعملناه كله، يستعملنا كام واحدة والباقي بيبوظ وبيترمي، حرام عليه. ودي كانت تجربتي مع تفريز الليمون. وزي ما انتوا شايفين يا بنات، ان شاء الله انا هجيب كمية تاني برضو قريب وهفرزها، لان الليمون ده بيظهر فترة قليلة في السوق وبيختفي بعد كده. ولو لسه مكملين معايا في الفيديو لحد هنا، ما تنسوش اللايك الحلو منكم وتعليق كومنت حلو، والاشتراك في قناتي بنت العمدة ام يوسف لو ما كنتوش اشتركتوا. وزي ما انتوا شايفين كده شكل عصير الليمون تحفة، واستخدمناه في كذا حاجة جميل جدا. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. السلام عليكم.